السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أي حاجة زي ما احنا متعودين، طبعا بطلب منكم ان انتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في فيديوهات متداولة بين سعد باشا القحطاني، وكان في مدرس، والمستشار تركي الشيخ. طبعا بيتكلموا عن طبعا المصريين والسعوديين والحاجات دي. طبعا احنا طبعا ما نستغناش عن السعودية والشعب السعودي. طبعا احنا ولا المصريين يستغنوا عن السعوديين، ولا السعوديين يستغنوا عن المصريين. دي حاجة. الحاجة التانية انه طبعا التعرض بالكلام، يعني معلش. طبعا انا شفت ان طبعا سعد القحطاني، او زي ما بيسمي نفسه سعد باشا القحطاني، طبعا بيقول طبعا احنا عندنا اقل واحد، لا مؤاخذه. وكان بيقول هات لي وزير بيعرف يتكلم مثلا لغتين 3 لغات. فاحنا طبعا كتل بحثا في الموضوع ده. احنا عندنا طبعا اللي في الاهرام في السياحه، الراجل لا مؤاخذه اللي عنده كاريتا، اللي عنده حصان، اللي عنده جمل، مش بيتكلم، ده بيتكلم كذا لغه. واحنا طبعا، انا مش طالع عشان اقول، انا عايز اقول حاجه بس واحده بس، ولا فيها غلط ولا فيها اي حاجه. احنا المصريين كلنا بنفتخر ببلدنا مصر، بنفتخر ببلدنا مصر، وان مصر احسن بلد في الدنيا. المصري هنا طبعا، ان مصر احسن بلد في الدنيا ليه؟ لان احنا هنا بنستقبل الاجنبي، سيان سعودي، سيان سوري، سيان لبناني، سيان اردني، سيان كويتي، سيان بحريني، سيان يمني، سيان ليبي، بنستقبله احلى استقبال. طبعا مصر خيرها على ناس كتير، خيرها على ناس كتير. طبعا اول حاجه واهم حاجه، الناس اللي بتجيلنا هنا في مصر بيلاقوا ترحيب فوق الخيال. دي حاجه. الحاجه التانيه ان المصري لما بتلاقي في مشكله بين سواق تاكس او اي حد بيشتري حاجه، وبتلاقي المصري وهو واقف، بتلاقي مثلا المصري اللي بيبيع للسعودي او بيبيع للبحرين او بيبيع للكويتي غلطان، او سواق تاكسي غلطان مع راجل اجنبي، المصري بيقف مع الراجل الغريب. ودي ما تلاقيهاش في اي بلد غير في مصر. طبيعه الحال، طبيعه الحال، السعودي هيقف مع السعودي اللي زيه، والكويتي هيقف مع الكويتي اللي زيه.
واليمني، كل بلد هتقف مع ابن بلدها الا مصر تحتضن اي حد، تحتضن اي حد. وعلاوه على كده كان عندنا 11 مليون مغترب بين سوريين وسودانيين واي حد اي جنسيه كانوا معانا هنا وقاعدين هنا. فطبعا وفلسطينيين، ودول كلهم على دماغنا من فوق واحنا ما بنقولش حاجه. بس انا عايز ابين ان مصر يا جماعه، مصر صدرت للعالم كله كل حاجه، مدرسين ومهندسين وكله وصنايعيه وكل حاجه. فاحنا يا جماعه الواحد طالع يقول احنا بنقول للسيد المستشار معالي تركي الشيخ ان مصر واهل مصر ناس جدعان جدا. وبقول للسيد القحطاني، مسعد باشا القحطاني او على حسب بقى، احنا وانت بتقول ان والدتك من اصل صعيدي وبتفتخر بكده، بس اما تطلع تقول وزير وده ما بيعرفش يقول لغة وحاجات زي كده، يا جماعة انت عايز تقول كلم الشخص نفسه، كلم الشخص نفسه. لكن احنا ما نعملش بلبلة بين الشعبين. السعودية طبعا فيها الحرمين الشريفين، فيها بيت الله الحرام، وفيها مسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. فهي كل الدنيا، يعني احنا طبعا السعودية غالية عندنا جدا، ومصر طبعا بلدنا غالية عندنا جدا جدا جدا. فيا ريت يا ريت ما تدخلوش الامور في بعضيها، ما تدخلوش الامور في بعضيها. فاحنا لا السعوديه تقدر تستغنى عن مصر ولا مصر تقدر تستغنى عن السعوديه. وطبعا بقول للناس بقول للناس ان مصر، برجع اقول تاني ان مصر بتحتضن اي حد يجي على ارضنا. ده من زمان، مش من دلوقتي، ده من زمان. ومصر فعلا ام الدنيا، مصر ام الدنيا. واخر حاجه استضافت مؤتمر السلام في شرم الشيخ، ومصر هي اللي عملت السلام. وده انا بقوله بس يعني ايه للتذكره. فمصر احسن بلد في الدنيا والله. وبرضه بحب بقى اقول يعني للبلاد العربيه والدنيا كلها يا جماعه، وطبعا احنا بلد بنرحب باي حد، بنرحب باي حد. وان شاء الله، ان شاء الله برضه اذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، لايك وشير. وطبعا زي ما انا بقول على طول، ان شاء الله مساءكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.